موضوع الورق كده من بدايته. موضوع هي ناس برضه كريمة وعلاء. تمام. علاء سبلان جاب لي بنت اسمها أسماء، قال لي دي مسؤولة التسريبات في رصد. تمام يا فندم؟ قلت له أنا مش مقتنع إن دي مسؤولة التسريبات في رصد. أنا أعرف ناس من رصد، شباب اللي هو عمرو سامي العزاز اللي كنت بشوفهم في الاعتصام، فعمري ما سمعت الاسم ده، لا البنت عارفة. تمام. فجت أسماء ومعاها على كافيه في ورا الحصري على طول، يعني الحته اللي قدام الحصري دي اسمها الحدود الامريكيه، فيها كافيهات كتير. فاتقابلنا. ايه يا عم، ايه حكايه الورق دوت؟ قالت لي انا اعرف معرفه شخصيه بنت امين السراوي. قلت لها انا والله ما اعرف مين امين السراوي. قلت لها امين السراوي دوت كان في مكتب محمد مرسي، وفي ورق كتير جدا هم مطلعينه من جوه المكتب دوت. تمام. ما بين بقى امين واحمد عبد العاطي. البنت عندها شنط كتير، مبدئيا 3 شنط. قلت له كويس، ايه قصه الشنط دي؟ يعني رايحين فين بيها؟ قالت لي هم طالبين ان الحاجات ديت تتنشر، وطلبوا مني انا، مش مني انا احمد، يعني كريمه طلبت مني انها تنشرها. قلت له طيب انا ما امنش حد اول حد ما اشوف الدنيا دي انا هتصل معاك عربيه. علاء قال لي لا انا معيش منه. وانت معاك عربيه؟ قلت له معيش. قلت له طب انا هجيب واحد انا واثق فيه، بس انا محترم اتعرفت عليه طبعا، اسمه محمد الكيلاني. تمام. احنا لسه ما شفناش اي حاجه. هم قالوا ان الورق في المعادي في بيت اسماء. تمام. قلت لهم حاضر اجيب لكم العربيه. يا كلاني قالوا له تعالى لو سمحت. جه كلاني قابلهم، خدهم وراحوا البيت في المعادي. جاب الورق. طب هنفتح الورق ده فين وهنعمل ايه وهنروح ازاي؟ تمام. انا لسه ما اعرفش ايه في الورق، يعني البنت قالت عشان حاجات من ان دي من مكتب محمد مرسي المراسلات، بس انا لسه هفتح واقرا الورق. اتصلت خالد حمدي. تمام. وجالي هو واحد صحفي. خالد حمدي مين؟ خالد حمدي خالد حمدي رضوان ابن المهندس حمدي رضوان، مسؤول المكتب السياسي للخمس سنين اعتقد يا في طنطا يا في المنطقه الغربيه كلها، وكان عضو مجلس الشعب. رحنا لشقه خالد. تمام. فتحنا الورق، كانت صعقه بينا كلنا انه الورق بالحجم الثقيل دوت. يعني احنا ما كناش متخيلين ان احنا نمشي. انت ومين؟ كنت انا قاعد في القعده دي، انا ومحمد الكيلاني وخالد حمدي اللي هو صاحب الشقه اللي انا مكتوب عليها، وايمن جاب وانضم واسماء وضمنا ابو خالد بعد كده. شايف الورق؟ قال لي يا اخوانا المره لازم نختفي. فجاه لقيت علاء جاي بيقول لي انا تواصلت مع الجزيره. قلت له تواصلت ازاي؟ قال لي انا تواصلت مع الجزيره عن طريق، رغم ان ابراهيم المصري اللي عرفني علاء شغال في الجزيره مباشر مصر. لكن علاء كان عشان كاتب بيكتب كتير جدا في الجزيره توك، ومعروف في الجزيره توك، مدير الجزيره توك فلسطيني ويعرف كويس، يثق فيه جدا. اتكلم معاه في الموضوع، قال له طب تعالى لي علاء. قال له اجي لك فين؟ قال له تعالى. قال له انا علينا لبش، يعني الدنيا في مصر لبش. قال له طب انا ابعت لك تطلع على تركيا. سافر علاء الجزيره، وقعد في شيراتون الدوحه، وكان بيكلمني سكايب، حتى ما بيكلمنيش فايبر بتاع سكايب، صوت وصوره يعني. ف قابل ابراهيم هلال مدير قطاع الاخبار في الدوحه مصري، وبدا يتكلم معاه في تفاصيل الموضوع. دي ايه؟ لا طب دي لا، دي دي لا، دي لا. قاعد يقول لي لا. قلت له ربنا يسهل عليك ان شاء الله، ربنا يسهل. فبدا بقى انا طالب نص مليون دولار، انا طالب مليون دولار، انا طالب كذا. قلت له علاء انا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي. انا شايف ان احنا بنعمله ده يعني مش صح وخيانه، وانا اروح في داهيه. علاء لما راح هناك قابل رئيس مجلس اداره قناه الجزيره. تمام. خير ابراهيم كلمني في ده كلام على الآلية صوت وصوره. خير ابراهيم كلمني في موضوع الورق. تمام. انت ناوي، انتوا عايزين كام؟ طب الورق ده يجي ازاي؟ الورق ده لازم يجي له اصول هنا هو. فعلاء قال له طب حضرتك من خلال يعني علاقاتكم انتوا حضرتك يعني حد يتواصل في مصر ويجيب الورق. قال له لا، سلمني الورق يا في تركيا يا في لبنان يا في خطر. المهم خرجوا لي من مربع السعوديه مصر، يعني خرجوا لي من المربع ده. علاء راح باعت قال لي يا احمد بص هم ادوني $20,000
تمام، عشان مصاريفنا، عشان انت بتبهدل هبعت لك 10000 دولار تمام تفوق نفسك الديون. قلت له ماشي كويس مش مشكله. تبعتهم ازاي يعني؟ قال لي عن طريق عبد المجيد السقا، ده واحد مصري شغال في الجزيره مباشر مصر، عشان انا مش هينفع ابعت له. وانا ما اترددتش عليا، بعت لي على خالد حمدي. كل ده كنا بنقول بالقاموسين. احنا كل لسه ما كلمناش في الورق، يعني هو كل ده لسه ما تاني وما كلمناش في تفاصيل الورق. كان عليها المفروض نتكلم. مفيش مين؟ ورئيس مجلس إدارة الجزيرة. بعد كده هو بدأ عليا يتواصل معايا يا احمد، وحابب بقى ايه، طب بص هبعت لك، اتصل بكلاني، تعالى اعمل كلاني، ادوني بس على التليفون عشان نعم. فيقول له ايه؟ يقول له والله يا محمد يا محمد الكلاني، على بيقول له يعني اهم حاجه ما تضرش نفسك، وانت تعرف تجيب دلوقتي. يقول له انا هعرف. يقول له ازاي؟ يقول له بس الدوحه انتوا تخشوا لي جوه، انا يعني مش هعمل، يعني تخشوا لي جوه الصاله، انا مش هطلع من ورا ده. قال لي علاء بس يروح راجع لابراهيم هلال ويروح راجع للجزيره، واحنا قاعدين في الميتنج ده هتعملوا معاه كذا تعرفوا، طب استنى نرجع لك، نعرف احنا ممكن ناخد ورا من فوق من جوه الطياره. فكان الموضوع انه الراجل سوفه اسبوعين مثلا عقبال ما جه. علاء قاعد معاه مع ولا حمد، وقدم له واحد، قدم لعلاء، قال له مش الدكتور علاء سبلان، احنا عارفين انت انسان كويس وبتاع. قال يعني علاء قال لي ده مش قدمه لضابط مخابرات تمام. قال له والله يعني احنا محتاجين الورق ده يشك مبدئيا، يعني ابعت لك يعني 50,000 دولار مشي نفسك يعني. وكل شويه ينزلوا في الاقامه وقاعد في شيراتون الدوحه، مش قاعد. انا كان بيكلمني في شيراتون الدوحه، الكلام ده كان عدينا شهر ونص. ودي كانت الحاجات اللي انا مستغربها، انت يعني ازاي بتتكلم في فلوس مليم وانت بتدفع لك حوالي 2000 دولار في اليوم. فراح علاء لانه كان علاء بيقول لي لا انا مش عاجبني المبلغ ده، بقول له لا اي مبلغ مش عاجبك اخلص يعني. اشوف انا بقول لك في البدايه هبيع يعني دول خلاص بيع يعني تمام. بس هندبر بقى فكره انه يعني نتفق معاه، ندبر بقى فكره كيلاني، ندبر عن طريق السودان، نشوف حل لفكره السفر يعني. طيب بالنسبه لكيلاني، غير ميعاد الرحلات بتاعته عشان يطلع على قطر. وكان المفترض ان هياخد الحاجه، واتفقوا معاه على اساس ان هو هيستلموها منه في مطار الدوحه. لا على الطياره كمان فوق. على الطياره. كان المفترض ان هو هيقابل محمد كيلاني من الطياره وياخدها منه. ايوه. طب وزاره المخابرات كان على صله بمين؟ بعلاء مباشره عن طريق وابراهيم هلال، الولد المسؤول عن الجزيره توك، مدير اداره الجزيره توك. ماله؟ ده مسؤول التواصل ما بين علاء هنا في مصر. اتفق معاه على ايه؟ هو كان عنده مشكله مع علاء، كان بيتفق مع اتفق معاه على ايه؟ على الفلوس. كام؟ هيديله مكافاه، مشيله مكافاه 50,000 دولار مبدئيا. امال نص مليون والمليون؟ ما هو ده المشكله اللي كانت موجوده ما بين ابراهيم هلال مدير قطاع الاخبار، انا بقول اهو، وما بين علاء. الفلوس، الكلام في الفلوس، علاء ما بيعملش تواصل مباشر عشان كان مع مدير الاخبار. مدير الاخبار بينقل يقول له ده علاء عايز كذا، علاء عايز كذا، علاء عايز كذا. قال له خليني انا، انت راجل بتاع تحرير، اقابل شخصيا رئيس مجلس اداره الجزيره. لما قعد راح قايل له ايه؟ قال له مبدئيا كده يعني اعمل لهم بس صرف لهم مكافاه 50,000 دولار. وادوا العلاء من ال 50,000 دولار 20,000 دولار. صرف لمين 50,000؟ ليك والعلاء؟ لا امال لمين؟ لعلاء. انا علاء بعت لي منهم 10,000 دولار. تمام. نظير مقابل ان نجتهد بقى ونبتدي نشتغل ونجيب الملفات دي ونصفرها ازاي ونجيب بقيه الملفات ونبتدي نشتغل في القصه دي.